اهلا بيكم واهلا بكل الفنانين والمبدعين اللي بيتفرجوا على الفيديو ده. انا احمد عبد الستار، سينيور جرافيك ديزاينر واي اي فيجوال سبيشالست. واهلا بيكم في تغذية بصرية، السلسلة اللي انا بحاول فيها ان انا آم، اعمل معاكم تغذية بصرية، نبص سوا على ديزاينات نحللها، بحيث ان احنا نتعلم حاجتين. اولا نتعلم ايه اللي بيخلي الديزاينز حلوة، ثانيا نتعلم ازاي نحلل الديزاينز وازاي نعمل تغذية بصرية فعالة، بحيث ان احنا لما نعمل تغذية بصرية نطلع بفاليو من الديزاين، ما نبقاش بس بنبص نقول ده شكله حلو، ده جميل وخلاص. تمام، فخلينا نبدأ على طول. واول ديزاين هنبدأ بيه او هنتكلم عنه هو الديزاين ده، بتاع دوريتوس مع بيبسي مع كي اف سي. طيب، الديزاين ده يعني ليه لذيذ او ليه انا حابب ان احنا نحلله سوا؟ لان هو عامل حاجة مميزة جدا، هو عامل دمج بين ثلاث براندات بشكل فعال جدا وبشكل قوي جدا وبشكل يخليك تلاحظ الثلاث براندات في الديزاين فعلا. مفيش حاجة فيهم طاغية على التانية او مفيش حاجة فيهم مهمشة التانية، وفي نفس الوقت مفيش حاجة فيهم طالعة بروح غير روحها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلينا نحلل سوا. اولا احنا عندنا دوريتوس، اوكي، ده اللي هو البراند الاولاني في الديزاين. تاني حاجه بيبسي، ماشي. تالت حاجه كي اف سي. هو طبعا هنا مش باينه ورا الووتر مارك دي، بس في هنا لوجو كنتاكي يعني، في نفس الوقت هو موجود هنا. المهم الفكره يعني من الديزاين ايه؟ انه شايفين الساندوتش ده؟ هو ساندوتش برجر من كي اف سي مع دوريتوس، اوكي. والفكره يعني انه دوريتوس كنتاكي تشيكن ساندويتش. الساندويتش ده احلى مع بيبسي، ده بالاسباني، احلى مع بيبسي، اوكي. طيب، فدي الفكره. طيب، اللذيذ او القوي هنا ايه في الديزاين ده؟ اول حاجه زي ما قلنا الريبريزنتيشن بتاع كل براند فيهم. اولا دوريتوس باينه جدا من خلال اللوجو بتاعهم، من خلال ان هو واخد حجم بصري كويس، ومن خلال ان هو محطوط في بدايه المسار البصري. المسار البصري اللي هو السكه اللي عين المشاهد هتمشي فيها خلال الديزاين. فاول حاجه هتلفت النظر هو النقطة دي. آه، المسارات البصرية في منها أنواع كتير، وممكن نبقى نعمل لها فيديو مخصوص نشرحهم. ولكن من أشهرهم يعني مسار زد. تمام، وهو هنا الديزاين هنا ماشي على الطريقة دي، بس هو مش زد مظبوط، هو زد نايم على ظهره. هنفهم ازاي دلوقتي. فالديزاين المسار البصري فيه بيبدأ من هنا، من النقطة دي. حلو، من أول دوريتوس، فدي أول براند اتعمل له ريبريزنتيشن بشكل كويس. بعد كده العين بتنزل مع التكست هنا، بتنزل تنزل تنزل معاه لحد ما تشوف كوباية البيبسي، فدي تاني نقطة في المسار البصري. تمام، وبالتالي شايفين هنا خط نازل كده، اوكي. بعد كده العين بتمشي مع ايد البنت لحد وش البنت، فدي في خط مائل كده. تمام، بياخد من العين من النقطة دي للنقطة دي، فدي تالت نقطة في المسار البصري. وبعد كده طبيعي العين بتنزل مع البنت نفسها لحد الساندوتش والبطاطس او الميل يعني عامة. تمام، فدي رابع واخر نقطة في المسار البصري. فلو جيت بصيت على شكل المسار البصري هنا، هو عبارة عن زد بس نايم على ظهره. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، شكل زجزاج كده، شكل حرف الزد بس نايم على ظهره. فهنا آم، اولا زي ما قلنا، اول براند محطوط بالشكل ده علشان يبقى معمول له ريبريزنتيشن كويس في اول المسار البصري. تاني براند محطوط بالوانه بهويته بشخصيته في إيليمنت محدد في السين. تمام، تالت براند هو كي اف سي، محطوط وموجود اولا في شكل الميل والباترن او اللوجو اللي مطبوع على الورق اللي تحت الميل، وموجود في الخلفية ك ك كعنصر ثانوي او كعنصر بيحتضن المشهد ككل. تمام، والخلفيه هنا معموله حرفيا بهويه كي اف سي، بالوانه، باضاءته، بالتكستشرز بتاعته، بالالوان اللي زي هنا، زي اللي في الحيطه هنا. والاضاءه هنا حتى مش اضاءه بيضة، لا هي اضاءه وورم عشان تكمل المود بتاع البراند. ودي نقطه يعني
ادفانسد شويه في فهم البراندنج، انه البراندنج مش مجرد الوان او خطوط او كده وخلاص، او لوجو وخلاص. لا، هو حاجه اوسع من كده. انت ممكن تعبر عن البراند من خلال الالوان. زي ما قلنا، زي ما احنا شايفين هنا كده، هو معبر عن البراند من خلال الالوان في المكان، من خلال اللوجو بشكل بسيط في المكان برضو، حتى كمان من خلال الاضاءه. فهو هنا مختار اضاءه معينه تناسب روح البراند، او من خلال حتى التكستشرز. فمثلا هنا التكستشر او الملمس بتاع الترابيزه برضو مناسبه لروح البراند بتاعت كي اف سي. تمام. فالذكاء هنا انه زي ما قلنا وظف ادوات زي الكومبوزيشن، ادوات زي الالوان، ادوات زي التكستشرز، ان هو يبين الثلاث براندات من غير ما حاجه فيهم تطغى على التانية. الوان الكوبايه هنا بتاعت بيبسي عامله كونتراست عالي جدا مع الالوان السين ككل، وبالتالي الكونتراست ده بيزود، اولا بيزود المتعه البصريه او بيزود الفيجوال ابيل في الديزاين، وفي نفس الوقت بيجذب العين بشكل قوي جدا ناحيه الكوبايه. تمام. وبيعمل لها يعني ايه سيباريشن. يعني ايه سيباريشن؟ يعني بيفصلها عن السين بحيث ما تتوهش فيه، لا تبقى عنصر بروميننت او عنصر باين وواضح. نفس الكلام هنا مثلا مع البنت. فالبنت مثلا مش لابسه احمر، البنت لابسه ابيض، وفي هنتات كده مزرقه، علشان برضو يبقى في كونتراست بينها وبين الباك جراوند، فتبقى باينه من الباك جراوند، ما تتوهش في وسط السين. يبقى عناصر التميز اللي في الديزاين ده، اولا استخدام الكومبوزيشن بشكل مظبوط جدا، توزيع العناصر بشكل مظبوط على شكل حرف زد، تمام، في مسار بصري محسوب ومترتب بشكل صح جدا. في الطبيعي العين في الديزاينات الانجليزي بتبدأ من التوب ليفت كورنر او من الشمال عامة. ماشي. فهو هنا حط اول حاجة، استخدم التوب ليفت كورنر، وبعد كده رسم المسار بدقة عشان يبقى مسار طبيعي للعين. تمام. تك 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 تك. فدي اول حاجة، الكومبوزيشن هنا مظبوط جدا. تاني حاجة الكتابة، حتى يعني هو هنا كمان موظف كل حاجة علشان تفت جوه الكومبوزيشن. فهنا الكتابة نفسها استخدمها كبريدج او كجزء من المسار، علشان تجايد العين اكتر كمان، او تخلي العين تستك او تلزق كمان اكتر على المسار البصري اللي هو ايه، اللي هو رسمه. تمام. تاني حاجة من حيث الكومبوزيشن، ان هو هنا استخدم زاوية تصوير مختلفة، زاوية تصوير فيها حركة، زاوية تصوير فيها آم، يعني ايه جاذبية شوية. تمام. هو هنا استخدم مثلا انه زاوية التصوير اللي تخلي المنتج او الكوباية تبان كبيرة، والزاوية والكاميرا نفسها معوجة، تحس ان هي معوجة، مش يعني مش على خط مستقيم كده، لا معوجة. البنت مثلا معوجة شوية، المشهد ورا معوج، تحس في حاجة مايلة. فدي حاجة بنسميها داتش انجل. داتش اللي هي داتش انجل دي بتبقى مايلة شوية، وكنا يعني ذكرناها قبل كده في الفيديو اللي فات. فدي تاني حاجة من حيث الكومبوزيشن عامة. من الحاجات اللي بتخلي الديزاينز فيها جاذبية عالية جدا هي فكرة ان ما يبقاش العناصر في الديزاين كأنها ثابتة، لا يبقى فيها سنة حركة. سواء انت سنة الحركة دي من خلال البوز بتاع الناس. فهنا مثلا البوز بتاع الموديل حلو جدا، في حركة، بتقدم لك الكوباية كأنها بتقدم لك انت الكوباية، كأنها حرفيا بتكلمك، بتكلم المشاهد. فدي حركة لطيفة جدا، وبتعمل يعني اللي يشوف الديزاين بيحس ان هو نفسه جوه المشهد، لان في كأن في انتر اكشن، او كأن في تفاعل بين الشخص اللي في الديزاين والشخص اللي بيتفرج على الديزاين، من خلال بقى زاوية الكاميرا زي ما قلنا، من خلال البوز بتاعها. فده خالق حالة كده من التفاعل بين اللي بيتفرج على الديزاين واللي جوه الديزاين ذات نفسه. تمام. أم، تاني حاجة، غير بقى يعني بعد الكومبوزيشن، انه استخدام الالوان هنا ذكي جدا. زي ما قلنا انه الالوان بتاعت الخلفية بتريبريزنت البراند اللي هو كي اف سي، والالوان بتاعت الاليمنتس او العناصر اللي في الفور جراوند اللي احنا عايزين التركيز يبقى عليها مختلفة، وفي بينها وبين الباك جراوند كونترست. تمام. سواء الوان الكوباية او الوان اللبس بتاع البنت. طيب، ايه تاني؟ التكستشرز
هنا الكوباية مش مجرد كوباية وخلاص، لا، الكوباية عليها قطرات مية. الكوباية في فوقيها الشكل اللي هو الفز الصودا، او الرذاذ اللي بيتطاير من الصودا وكده. ففي كمان التكستشر مثلا بتاع الترابيزة الخشب، التكستشر بتاع البطاطس باين، التكستشر بتاع الكاتشب حلو. التكستشر او حتى الشكل بتاع الشعر هنا مش يعني في حركة برضو، في الشعر فيه ويفز. التكستشر او تفاصيل الشعريات باينة. فده مدي برضو المشهد ثراء بصري. تمام. كل ما تزود تكستشرز كل ما المشهد يبقى احلى. آم، حاجة كمان لذيذة في الديزاين ده، ان هنا يعني ايه مفيش حاجة متسابة فاضية. تمام. الورق اللي محطوط تحت الاكل مطبوع عليه اسم البراند عشان برضو يقوي البريزنس بتاع البراند. الخلفية فيها ناس، ولكن ناس مهمشين، بلورد، الإضاءة مش عليهم، الإضاءة هنا. تمام. الإضاءة في حد ذاتها أصلا نقطة قوية جدا في الديزاين ده. الإضاءة هنا زي ما قلنا، أولا الإضاءة اللي في الخلفية بتقوي البريزنس أو الروح بتاعة البراند. تاني حاجة الإضاءة اللي في الفور جراوند بقى، الإضاءة اللي على الشخصية وعلى المنتج مختلفة، درجة حرارتها مختلفة. الإضاءة اللي في الخلفية وورم وهادية عشان ما تجذبش الانتباه. الإضاءة اللي في الفور جراوند قوية ومباشرة، ولونها مختلف، لونها أبيض عشان برضو تزود من السيبريشن بين الإليمنتس اللي في الفور جراوند والإليمنتس اللي في الباك جراوند. تمام. فالإضاءة هنا مظبوطة بشكل حلو جدا. تالت او الحاجه اللي بعد كده كمان التايبوجرافي. فالتايبوجرافي هنا زي ما قلنا اولا مستخدم بذكاء جدا كبريدج جوه المسار بتاع العين بتاع التصميم، فهو يعني عمود من اعمده الكومبوزيشن. ودايما دايما دايما الديزاينرز المبتدئين لسه بيستخدموا التايبوجرافي بشكل مش اذكى حاجه ومش احسن حاجه. فدايما فكر في الكومبوزيشن الاول، وفكر ازاي تفت التايبوجرافي بتاعك جوه الكومبوزيشن. تمام. بانك تفكر الاول هيبقى ايه المسار البصري بتاع العين او بتاع المشاهد، وتحط التكست بتاعك او التايبوجرافي على المسار ده، سواء كنقطة في حد ذاتها أو كبريدج زي ما احنا شايفين هنا. تمام. ولكن المهم إنك تستخدم التيبوجرافي بذكاء. فأول حاجة إن هو مستخدم التيبوجرافي هنا بذكاء عالي جدا مع الكومبوزيشن. غير كده إن هو عامل، شايفين حتة الأوفرلاب اللي بين كوباية البيبسي وبين التيبوجرافي نفسها. البيبسي كأنها قدام التيبوجرافي. تمام. فهنا الاوفرلاب ده عامل برضو خالق حالة من العمق في التصميم. فاكرين لما قلنا في حتة الكاميرا انها كأنها حرفيا بتطلع الكوباية من التصميم وبتديها لك انت كمشاهد. الاوفرلاب ده بيقوي الاحساس ده اكتر، بيوصل الاحساس ده بشكل اعمق وبشكل اقوى، لان في فعلا حاجة قدام حاجة، في حاجة ورا حاجة، كأن الكوباية دي طالعة بجد. تمام. ففكره الاوفرلاب هنا ذكيه جدا في التايبوجرافي. تمام. طيب ده كده يعني تحليل عام للنقط الحلوه في الديزاين ده. فزي ما انتم شايفين احنا لما بنتفرج وبنعمل تغذيه بصريه، احنا مش بس بنتفرج بنقول اه ده شكله حلو، لا، احنا بنحلل هو كل اختيار حصل في الديزاين كان ايه هدفه او كان ايه سببه. ليه اتحط التيبوجرافي هنا؟ ليه اتحطت الكوباية هنا؟ ليه البنت معوجة كده، مش واقفة عدل؟ لو واقفة عدل كان هيبقى ديزاين ستاتيك اكتر، اهدى اكتر، وبالتالي يعني ممكن يبقى ممل سنة اكتر. انما هو هنا عشان البنت مايلة او الصورة عامة متاخدة زي ما قلنا بزاوية مايلة تاتش انجل، ده مدي الديزاين او الصورة ككل حركة، ومديها ديناميكية كده لايقة على روح البراند، لايقة على براندات هدفها أصلا السعادة والفرحة والبهجة والشباب والطاقة واللذة والكلام ده كله. تمام. فالحركة هنا لايقة على البراندات. آم، فزي ما قلنا ليه الحاجات اتحطت في المكان اللي هي اتحطت فيه، ليه التكستشرز دي استخدمت، ليه الالوان دي استخدمت. تمام. فزي ما قلنا هنا ال الالوان استخدمت اولا عشان ترفلكت البراند، وعلشان يبقى فيه سيباريشن او يبقى فيه فصل بين
العناصر بتاعه التصميم عشان الحاجات اللي في الفور جراوند ما تتوهش في الباك جراوند، وهكذا. ليه الإضاءة دي استخدمت بالشكل ده؟ آم، فكل element حرفيا، فاكرين في الفيديو اللي فات لما كنا بنتكلم على أجزاء البرومبت او الاجزاء اللي بتكون اي صوره؟ انت وانت بتعمل تغذيه بصريه لازم تفصص اجزاء كل صوره وتحلل هي ليه استخدمت بالشكل ده، وايه اللي مخليها جماليه، ايه اللي مخليها تزود جماليه في التصميم. تمام. طيب، انا يا ابو حميد لسه بتدرب، لسه مش بعرف افصص الحاجات دي كويس، لسه مش بعرف احلل كويس. ما تقلقش، انا وفرت لك برومبت تقدر تستخدمه مع كلود. انا شخصيا بستخدمه مع كلود. تقدر تبعت له اي ديزاين انت شايفه حلو، والبرومبت ده ببساطة هو بيخليه يحلل التصميم بخبرة وبدقة، وبيفصص لك بالظبط الاليمنتس اللي في التصميم ده، وبيشرح لك كل اليمنت في التصميم اتعمل كده ليه، وايه بالظبط المميز في التصميم. بمعنى اصح بيحلله زي ما انا لسه بحلله كده دلوقتي. حلو. فده ممكن يساعدك تتدرب وتقوي او تمرن عينك بشكل اكتر وتمرن دماغك بشكل اكتر، لحد ما تقدر تعمل انت التحليل ده من غير ما تحتاجه خالص. تمام. فهو هنا في الاول البرومبت ده بيخليه يقول لك على البريف اللي ورا التصميم اصلا ممكن يكون عامل ازاي. تمام. وبيدي لك كي ووردز على كل حاجه، بحيث لو انت حابب تستخدمها في ايمج جنريشن برومبت او حاجه. تاني حاجه بيقول لك ايه العبقريه اللي في التصميم، يعني ايه العنصر العبقري اللي في التصميم، او الحته الذكيه، الحته الواو اللي في التصميم ده. تمام. بعد كده بيكلمك عن الكومبوزيشن، بعد كده بيكلمك عن الإضاءة، بعد كده بيكلمك عن الألوان، بعد كده بيكلمك عن التكستشرز، وبعد كده بيكلمك عن الحركة والبوز بتاع العنصر البشري لو التصميم فيه عنصر بشري. تمام. فبالتالي انت يعني بالبرومبت ده ومن خلال التمرين ومن خلال التحليل الكويس هتقدر تتعلم اكتر من كل ديزاين، وتقدر انك تستلهم فعلا من الديزاينز، ما تبقاش مجرد ريفرنسز شكلها حلو بتقلدها وخلاص. لا، انت بتصمم دلوقتي بعقلية، وبتصمم بفهم، و آم، بمعلومة في دماغك ثبتت خلاص، انت اتعلمتها، هتقدر تطبقها في التصميم الجاي واي تصميم تاني من دماغك من غير ما تحتاج ريفرنس. بس كده وشكرا، وإن شاء الله استنوا في حلقات جاية من تغذية بصرية. لو عجبكم المحتوى اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا المحتوى ده بعد كده، ولو حاسين الفيديو كان مفيد أو اتعلمتوا منه حاجة، ما تنسوش تشاركوه مع زمايلكم عشان يستفيدوا منه. ولو حد عنده أي سؤال ممكن يكتب لي كومنت على الفيديو هنا، وهجاوب على الأسئلة إن شاء الله، أو تتابعني على قناة التليجرام اللي بنعمل فيها ديسكشنز، بجاوب فيها على كل الأسئلة، واي حد عنده يعني حاجه بغض النظر عن محتوى الفيديو اصلا، اي حاجه، اي سؤال عامه بنتكلم فيه. وشكرا لكم.